تعالوا نعمل فطاير الوردة بعجينة قطنية وهشة جدا، هتعشقوها من جمالها وهتستخدموها بعد كده في اي وصفة معجنات تحبوا تعملوها. شايفين الطراوة؟ يلا نشوف هنعملها ازاي. هحتاج 1.5 كوباية من الحليب الدافي، وهنضيف عليهم كيس من الخميرة الفورية او 1.5 معلقة من الخميرة، وهنضيف عليهم 2 معلقة كبار من السكر. هنقلب دول مع بعض كويس ونسيبهم كده نتاكد ان الخميره شغاله، ولما نلاقيها شغاله هنضيف بقيه المكونات. هضيف بياض بيضه واحده، والصفار هنسيبه هندهن بيه المعجنات في الاخر، ومعلقه كبيره من الخل، ونص كوبايه من الزيت. دي كده كل المكونات السائله اللي هنضيفها. هنقلبه بقى مع بعض كويس جدا قبل ما نضيف الدقيق. كميه الدقيق اللي هضيفها هنا هي 4 كوبايات ونص من الدقيق، ده المقدار مظبوط جدا. ممكن تضيفي 4 كوبايات بس وتشوفي لو العجينه هتحتاج تاني، لان نوع الدقيق بيختلف من حد للتاني. ممكن تحتاجي دقيق اكتر من 4 كوبايات ونص، وممكن هتحتاجي ال 4.5 بس، وممكن تستخدمي اقل من 4.5. فضيفي 4 كوبايات وضيفي النص التاني ده في الاخر لما العجينه تلم معاكي. هنعجن بقى لحد ما العجينه تلم معايا بالشكل ده، وانا عايزاها يكون فيها سنه تلزيق بسيطه كده بس مش بتلزق في الايد. هي العجينه ملزقه شويه بس مش بتلزق في الايد، ده بتخليها هشه جدا لما تتخبز. هنغطيها بقى ونسيبها تخمر لحد ما حجمها يتضاعف، حوالي ساعه او على حسب الجو. في الشتاء ممكن تاخد ساعه او اكتر، وفي الصيف ممكن نص ساعه تخمر معانا بالشكل ده. هنا كانت اخدت معايا حوالي ساعه عشان الجو ساقع. هطلع بقى منها الهواء بالشكل ده، وهنطلعها من البوله، وهنبدا نقسمها كور على حجم كل قطعه احنا عايزينها. تقدروا تعملوا بقى اي شكل انتوا تحبوه، مش شرط الشكل اللي انا عاملاه، بس الشكل ده حلو جدا وعجب الاطفال وبيخلص بسرعه. هقطع بقى العجينه قطع متساويه بالشكل ده، وهكورها والمها واقفلها بايديا كده. شايفين العجينه ناعمه وطريه خالص معايا في الشغل. هقسم الكميه كلها بنفس الطريقه دي كده، وبعد كده هنبدا نشكلها. هبدا بقى ارش رشه دقيق من تحت ومن فوق العجينه عشان تتفرد معايا. هبططها كده شويه، بعد كده ادهنها بصلصه البيتزا. دي صلصه طماطم عليها زيت وملح وفلفل اسود ورشه زعتر. هحط بقى معاها جبنه موتزاريلا او ميكس جبن، وهقفلها بالشكل ده. وهنقلبها بقى على الناحيه التانية. نقفلها الاول كويس، بعد كده نقلبها على الناحيه التانية ونضغط عليها شويه، بس ما تفردهاش على الاخر يعني. هنبططها بس شويه كده، وبسكينه البيتزا هنقسمها بالشكل ده. مش هنقسم للاخر لجوه، لا، من الاطراف بس بالطريقه دي ل8 اجزاء. وبعد كده هنلفها كده ونحاول نفتحها من النص بالشكل ده. بنقلبها كده على الجزء المفتوح يكون لفوق، ونحاول نفتحها كده بايدينا شويه عشان تبان كانها شكل الورده. هنعملها كلها بنفس الطريقه، وبعد كده هنضيف بقى فيها قطعه من الهوت دوج. طبعا ممكن تستخدموا اي حاجه تانية او تعملوها من غير هوت دوج كمان. هي العجينه بالحشوه دي طعمها حلو جدا. هنرصهم في صينيه او صاج ونسيبهم يخمروا كمان حوالي ساعه. بعد كده ندهن الوش بصفار بيضه اللي احنا سيبناه في الاول، وهنخففه بمعلقه او معلقتين من الميه. هندهن الوش بالشكل ده، وهندخله فرن متسخن على درجه حراره 200 لحد ما ياخد لون من تحت، وبعد كده نفتح الشوايه ياخد لون بسيط من فوق بالشكل ده. نطلعها بقى وهي سخنه، ريحتها حلوه جدا يا جماعه، مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي. ممكن تزينوها بقى برشه كده بقدونس او اي خضار. شايفين الجمال؟ العجينه طريه جدا، قطنيه يا جماعه. العجينه دي تقدروا تستخدموها في اي نوع معجنات، هشه وطريه جدا، حتى لو تحشوها جبنه وفلفل او جبنه وزيتون. هي بجد حلوه قوي وطعمها لوحده غني جدا. شايفين بقى الجبنه سايحه ازاي في النص بتمط معايا؟ كانت طعمها خيال بجد. لازم تجربوها، تعجبكم قوي. تنفع بقى لفطار او لعشاء، وتحشوها باي حشوه انتوا بتحبوها، وتقدروا تشكلوها باشكال تانية كتير. طبعا هستناكم بقى لما تجربوها وتقولوا لي رايكم، وتبعتوا لي بقى تطبيقاتكم والاشكال اللي عملتوها بالعجينه دي. يلا مستنيه ايه؟ قومي على طول جربيها دلوقتي، وانا واثقه ان هي تعجبك.